حبايبي ازيكم. النهارده هنعمل مع بعض لحمة الراس بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد معانا وقت في السوا. انا طبعا جايبه لحمة الراس وغسلتها كويس وصفيتها من المية. نزلت في الحلة باللحمة وبعد كده بصلاية كبيرة متقطعة، ورق لورا، فلفل، حبة حبهان مطحون صغيرين، ولو مفيش مطحون ممكن نحط 2 أو 3. بعد كده نزلت بالمية السخنة، ومش شرط اغطيها كلها، كده كده اللحمه لسه هتكش، فمش هحتاج احط لها ميه كتير لان انا عايزاها تشرب ميتها زي كده. وزودتها تاني بعد نص ساعه، كانت الميه اختفت، زودتها تاني عشان اتاكد انها استوت. هنا خلاص اللحمه استوت. دلوقتي هقدر احط الملح، وحطيت لها فلفل تاني واقلبها كويس. بعد كده هاخدها اقطعها. انا بحب اعمل اللحمه دي سليمه وبعد كده بقطعها زي الفشه كده، بتبقى احسن بتعمل سليمه، بتحكم فيها اكتر في التقطيع. اللحمه مستويه حلوه جدا، يعني بمجرد الضغط عليها بالسكينه زي ما احنا شايفين كده بتتقطع. هكمل تقطيع باقي الكميه بالشكل ده. بعد كده باخد اللحمه بعد ما قطعتها بحطها في طاسه، واحط معلقتين زبده وبحمرها. بعد ما بتتحمر بحط تحتها بقدونس ورش عليها بقدونس بالشكل ده، جميلة جدا. دلوقتي هنعمل معاها مكرونة محمرة. حطيت زبدة وحبة زيت صغيرة، الزيت بيدي لمعة حلوة سواء للرز او المكرونة. هحمرها كويس بالشكل ده. بعد ما اتحمرت هحط عليها قالب مرقة، وهحط عليها طماطمايه مبشورة، بتدي طعم حلو قوي المكرونة المحمرة. وهحط المية السخنة، ومش هحط ولا ورق لورا ولا حبهان لان انا هحط دلوقتي طبق شوربة. هشوف كده هزود شوية مية، اغطيها كويس. بعد ما بتغلي غلوتين 5 دقايق كده بهدي عليها تشرب ميتها. دلوقتي بحط لها الملح والفلفل، وبظبط الحدق بتاعها، وهغطيها وهنرجع بعد ما تستوي. هنا المكرونة استوت واللحمة احنا سويناها مع طبق جرجير جميل. اهي المكرونة بعد ما استوت، وطبق اللحمة الجميل مع البقدونس، وطبق الجرجير. أكلة بسيطة وسهلة وسريعة. ممكن تعمل بقى سندوتشات مع جرجير مع البقدونس. أتمنى تجربوها وألف هنا.